هنتكلم في هذا اللقاء عن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري اللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا أول أساسياتها إنها بتعتمد على رأس المال البشري، التنمية في هذا الأمر في كل مفاصل الدولة في كل الأعمار. هنتعرف على المزيد، على المحاور، على الأهداف، إزاي نقدر نفعلها من خلال لقائنا مع دكتورة نجوان حسني، مدير المركز الإعلامي لمنطقة الإسكندرية للرياضة للجميع. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على الساده المشاهدين. منورانا ومشرفانا، وهنتكلم على مبادرة بداية جديدة انعكاسها على المواطن المصري. تحبي تقولي ايه بقى؟ جميل قوي ان احنا نبدا بدايه جديده، بدايه جديده مع صباح جديد، مع حياه جديده هنقول عليها، مع مبادره بدايه جديده. خلينا الاول نقول المبادرات الرئاسيه. بالفعل المبادرات الرئاسيه بتعتبر نقطه فاصله وعلامه مضيئه داخل المجتمع المصري. ليه؟ لانها بالفعل حققت قفزه حقيقيه شعر بها المواطن المصري فعلا، وحققت تحسين لجوده حياه المواطن. ويمكن الملف ده بالذات الدوله المصريه حريصه جدا على بناء المواطن المصري والاستثمار في العنصر البشري. ليه؟ لان العنصر البشري ده هو العمود الفقري لتحقيق اي تنميه مستدامه، تنميه اقتصاديه. طبعا احنا مش هنحقق تنميه بدون استثمار في العنصر البشري. ومن هنا انطلقت مبادره بدايه جديده للشعب المصري، بدايه جديده لمصر المستقبل، بدايه جديده لمصر 2030. خلينا نتكلم عن بداية. يمكن مبادرة بداية أنا بعتبرها هي مبادرة متعددة في أركانها، ويعني متكاملة في ملامحها. محاورها كتيرة قوي جدا ما شاء جدا الله. ومهمة جدا. بالظبط كده حضرتك. ليه؟ لانها لاول مره مبادره بتتناول العنصر البشري من كل الجوانب، صحه، تعليم، ثقافه، رياضه. اذا انا ببني وبستثمر في العنصر البشري استثمار صح، استثمار بيحقق لي الجمهوريه الجديده اللي فعلا الدوله المصريه بتسعى ليها. طيب ده ازاي؟ ايه هي محاور المبادره دي؟ محاورها اول محور، ويمكن احنا بنقول دايما بنركز على اهم محور، هو تحقيق الامن القومي. هل انا اقدر احقق استثمار او احقق تقدم من كده؟ فاحنا حريصين جدا الدوله المصريه على تحقيق هذا العنصر تحديدا. ويمكن فعلا مصر اصبحت دوله جاذبه للاستثمار، الاستثمار الخارجي والاستثمار ايضا في العنصر البشري مش هيتم الا من خلال الامن القومي. الى جانب المحور الثاني بناء الانسان المصري. المحور الثالث ده مهم جدا، طبعا فكره بناء الانسان المصري. واعتقد ان كل اللي بيحصل في بدايه جديده بيصب في بناء الانسان المصري، اللي هو بيعمل على تعزيز الامن القومي. يعني كل المحاور اللي هتكملي عليها هي كلها متشابكه ومعموله بوعي شديد جدا. اكيد. الوعي، احنا قلنا ان الوعي ده قضيه وطن فعلا. احنا قضيتنا بناء الوعي كمان لدى المواطن المصري البسيط. كمان الاستقرار السياسي. انا لما هيكون عندي استقرار سياسي اكيد برضه هقدر ابني عليه. فبالتالي المحاور بتاعتي، المحور الثالث كان الاستقرار السياسي. عندي ايضا محور التعليم، تطوير التعليم، تطوير المناهج. المعلم كمان اصبح قضيتنا، كمان مش الطالب بس، اصبح قضيتنا المعلم وتطوير اداء المعلم. احنا دلوقتي في عصر تكنولوجيا المعلومات والتسارع الرقمي، فلازم اعد المعلم اعداد جيد. فمبادره بدايه ايضا تناولت المعلم، تناولت الصحه طبعا عمري ما هيحصل تقدم الا اذا كان في صحه جيده. فاذا ملف الصحه هنلاقي الفتره اللي جايه في مبادرات كثيره جدا على مستوى الجمهوريه في مجال الصحه. عندي مبادرات وعندي كمان قوافل طبيه هتجوب محافظات الجمهوريه. اذا الملف ده مهم. كمان ايجاد فرص عمل متكامله مع التشبيك من جميع الوزارات. طيب تعالي نشوف كده ايه الفئه المستهدفه من مبادره بدايه. احنا قلنا انها بدايه جديده، صح؟ بدايه جديده، انها بدايه من عمر يوم وحتى 65 سنه فيما فوق. حضرتك متخيله ان حتى البيبي اللي هو مولود من عمر يوم قسمناها، المبادره اتقسمت لاربع فئات او 3 فئات. الفئه الاولى من سن يوم ل6 سنوات تناولت العنايه بالصحه المبكره، الحد من وفيات الاطفال. هعتني بصحه الطفل من وهو صغير، من وهو بيبي لحد ما يوصل 6 سنين، اوفر له العنايه الصحيه عشان ينشا عندي نشء جيد، عنده صحه.
من سن 6 سنوات الى سن 18 سنه، المرحله دي هنبني فيها بقى المهارات الحياتيه من دي هو اهم طفل. مرحله. بالظبط، احنا دلوقتي في عصر تكنولوجيا المعلومات، ما ينفعش ان انا اكتفي بشهادتي بس او اللي انا بتعلمه في المدرسه، لا، لازم يكون عندي انفتاح على العالم الاخر. انفتاح ايجابي كمان، دي الاهم حاجه. عشان كده انا قلت عليها مرحله في غايه الخطوره، لانه احنا عندنا اعداء بيتسربوا لاولادنا من خلال التكنولوجيا الحديثه ووسائلها. فانا بنمي مهاراته الحياتيه في المرحله العمريه اللي هي مهمه جدا، من سن سنه ل 18 عام، من هو طفل الى ان ينشا يبقى شاب. عندي شاب صحيح عنده مهارات حياتيه تؤهله لسوق العمل. تعالي نشوف بقى المرحله اللي بعد كده من 18 ل 65. هنا هعمل ايه؟ هاهل الشباب في الفتره اللي هي فتره الشباب من 18 ل 28 لسوق العمل، اديله مهارات حياتيه، اديله دورات تدريبيه، اديله مهارات عديده في تكنولوجيا المعلومات، كل ده من خلال المبادره. طيب اللي عنده 65 او كبار السن، حتى كبار السن انا هقدم له رعايه اجتماعيه، هقدم له رعايه صحيه، هدمجه في المجتمع مع الحفاظ على الهويه المصريه. دي اهم حاجه طبعا، ده رقم واحد في المبادره نفسها. مهم جدا ان انا احافظ على الهويه. طب خلينا نشوف مبادره بدايه دي ايه هو هدفها. اكيد ليها هدف. اول هدف حطيته مبادره بدايه والقياده السياسيه حطتها ونصب اعينها الموضوع دوت ايه؟ اللي هو رؤية مصر 2030. أحقق رؤية مصر 2030 نمو شامل في شتى قطاعات الدولة، صحة، تعليم، صناعة، زراعة، كل ده من خلال في كل حاجة في الحقيقة، بيئة متكاملة. تشبيك مع جميع الوزارات. عندي وزاره الصحه تشتغل مع وزاره التعليم، مع وزاره الشباب والرياضه، مع وزاره التعليم العالي، مع وزاره البحث العلمي. لا، احنا الموضوع كبير جدا، مع وزاره الصناعه، التجاره. كل ده بيخدم على ايجاد فرص عمل حقيقيه لدى الشباب، وبيخدم على ايه؟ ان انا اخلق جيل مبدع. انا المرحله دي فعلا مصر محتاجه الشباب المبدع، محتاجه الشباب المبتكر، ان هو يبتكر حاجه جديده علشان يفيد بيها مجتمعه ويفيد بيها نفسه ويفتح لنفسه قنوات ومجالات جديده. عندي كمان الحمايه الاجتماعيه. مبادره بدايه يعني تستهدف جدا ان الحمايه الاجتماعيه تصل لمستحقيها، الفئات المستهدفه فعلا هوصل لها. انا هوصل لها. دلوقتي احنا عندنا التحول الرقمي، عندي داتا كامله متكامله عن الشعب المصري. يعني حضرتك متخيله كل بياناتنا موجوده، فانا عارف فين وعندنا اعلى درجات الامن السيبراني في ظل احنا بنشوفه في العالم، ودي حاجه تحسب للقياده السياسيه. بالظبط. عشان كده احنا بنقول فعلا جميع المبادرات الرئاسيه هي مبادرات حققت قفزه حقيقيه داخل المجتمع المصري. وخليني اقول لك مش بس مبادره بدايه، يمكن انا حابه القي الضوء خلال فتره بدايه تم اطلاق مبادرتين، مبادره هنا في اسكندريه، تمام، وفي عندنا ايضا في محافظه البحيره. في حاليا إيه؟ نعم، عن ايه حاليا بالتنسيق مع المبادره بدايه. اثناء انطلاق بدايه انطلقت هنا اسبوع شباب الجامعات التكنولوجي، ويمكن ده حاليا انطلق في يوم 17 سبتمبر في المدينه الشبابيه بالاسكندريه. هو الموضوع دوت تناول 600 شاب وفتاه جامعيين في الجامعات التكنولوجيه على مستوى الجمهوريه. ده شيء مهم جدا. طبعا تكنولوجيا المعلومات، احنا في عصر تسارع معلوماتي خطير، فلما انا اثناء بدايه ما بينطلق في بالتوازي معاه في برنامج اللي هو اسبوع شباب الجامعات التكنولوجي، اذا الموضوع لا في اهتمام كبير جدا بالشباب. بس الهدف ايه؟ لان الموضوع ده انا عملت يعني لقاءات في هذا المجال، فبكتشف ان في عالم اخر بيقوم به الطلبه في كليات تكنولوجيا المعلومات. احنا محتاجين ان احنا نستفيد من هذا. فايه اللي هيحصل في المبادره؟ هقول لحضرتك حاجه. هو اولا احنا كنا الفتره السابقه كنا بنعاني ان الطلبه في الجامعات بيبقى عندهم مشروع تخرج، صح؟ مشروع التخرج كل الطلبه بيبتكروا حاجات جميله جدا واختراعات عظيمه، وللاسف مش بنلاقي اللي يحتضن هذه الاختراعات ومش بنستفيد بيها، بينما بيسافر بعد كده بره الدول الخارجيه بتستفيد بخبراتنا وبشبابنا وبالمخترعين بتوعنا. لا، الدوله المصريه حاليا فعلا مهتمه بعالم التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات، وعشان كده ده يمكن دي اول انطلاقه لاول مره يتم النسخه الاولى من اسبوع شباب الجامعات التكنولوجي، بيشارك فيها 600 طالب وطالبه من الجامعات التكنولوجيه في محافظات الجمهوريه. عاوزه اقول لك ان شارك في الموضوع دوت وزاره الشباب والرياضه، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وزاره الصناعه، وزاره التجاره، التضامن الاجتماعي. طب كل الوزارات دي بتعمل ايه؟
كل ده علشان احتضن هذه المواهب وهؤلاء المخترعين، واقدم لهم خدمات، اعمل لهم زي حاضنات لهذه الابتكارات، حاضنات، ودول هيبقوا في المستقبل رواد اعمال. فانا لازم احافظ على الشباب ده واقدم له الدعم. في مسابقات بتجرى حاليا على فكره، وانا بكلم حضرتك دلوقتي هتلاقي هناك شغالين مسابقات ثقافيه، مسابقات رياضيه، مسابقات كمان في مجال التكنولوجي. كمان عندي شركات حاضنه على فكره بتتولى الموضوع دوت، وهتتولى الشباب المتميزين. هيحصل زي مسابقه كبيره هيختاروا فيها الافكار اللي هي قابله للتنفيذ واللي هتفيد المجتمع المصري. اللقاء مع حضرتك ثري جدا والاسئله كتيره، وانا عارفه انك عايز تكلمينا النهارده عن رياده الاعمال، وكل ده بيصب في بدايه جديده، كل اللي حضرتك ذكرتيه بيصب في بدايه جديده. فكلمينا اولا عن مفهوم رياده الاعمال، واحنا بنشوف فئات عريضه من المجتمع بتحاول انها تخطو بخطوات نحو رياده الاعمال. بالظبط فعلا. احنا المجال الجديد هو فعلا احنا محتاجين جدا فتح قنوات جديده في رياده الاعمال. ليه؟ لان خلاص ما عادش مقبول خالص ان انا يبقى معايا شهاده جامعيه احطها وبروزها، انا حصلت على الشهاده دي ومش بشتغل بيها، ما عادش نافعه خلاص. بالظبط، لازم اشتغل على نفسي ولازم ادخل مجال رياده الاعمال. طيب يعني ايه رياده الاعمال؟ مفهومها الشامل ايه بالظبط؟ يعني هقولها بشكل يعني بشكل مبسط عشان اوصلها للمشاهد البسيط. يعني ايه رياده اعمال؟ يعني انا بانشئ مشروع، فكره جديده، انا ببتكر فكره جديده، الفكره دي بتبقى مش موجوده عندي في السوق، انا ببتكر الفكره دي، فانا لازم اذا يكون عندي شغف ان انا ابتكر. يبقى مش اي حد رائد اعمال، رائد الاعمال ده لازم يكون عنده فكر، عنده فكره وعنده خطه وعنده اليات تنفيذ. ازاي؟ ازاي؟ انا جوه السوق، انا بدرس السوق كويس، انا بشوف انا عندي شغف لحاجه معينه، ممكن انا اكون مثلا خريج تجاره او خريج حاجه تانية وانا شغفي تجاه حاجه اخرى. طب ما انا شغفي ده همشي وراه شغفي، هلاقي فكره في دماغي انا عاوز اعملها. يبقى رياده الاعمال هي ان انا ابدا اخترع مشروع او ابتكر مشروع. المشروع دوت انا متحمل المخاطر، لازم يكون نسبه كبيره جدا فيها مخاطر ماديه، مخاطر معنويه، لكن فكرتي دي اكيد هي فكره قابله للتنفيذ. اكيد بستعين طبعا بجهات عشان اقدر انفذ فكرتي دي. طيب انا عشان اوصل يعني ايه رائد اعمال لازم اعرف ايه الفرق بين رائد الاعمال ورجل الاعمال. اكيد في فرق واضح بينهم. طيب خلينا نقول نبداها من التاجر بفكره مبسطه جدا. التاجر بيعمل ايه؟ التاجر مثلا بيجيب البرتقال مثلا ويبيعه بسعر اعلى، مثلا بيجيبه ب 30 جنيه بيبيعه ب 35 جنيه تجزئه. طيب رجل الاعمال بيعمل ايه؟ بيجيب البرتقال ويحطه مثلا في سلوفان ويحط اللوجو بتاعه او اللي هو العلامه التجاريه بتاعته ويبيعه بسعر اعلى شويه. هو عمل حاجه ما ابتكرش، رجل الاعمال ما ابتكرش، التاجر ما ابتكرش. لكن تعالي بقى رائد الاعمال هيجيب البرتقال دوت، هيعمله عصير، هيحطه في كاس، هيحط شاليمو، ممكن يضيف له اضافه ثانيه، هيبيع المنتج بشكل ايه؟ هو درس السوق، شاف ان السوق لا محتاج حاجه مميزه. فاذا رائد الاعمال بيبتكر حاجه محتاجها سوق وبشكل وكواليتي كويس، وكمان بيبقى حريص قوي ان هو المنتج بتاعه ده يستمر ويعمل بصمه في السوق. طيب يشتغل ازاي؟ طب هو يشتغل ازاي بقى؟ لازم اول حاجه طبعا عشان اكون رائد اعمال ناجح ايه اللي المفروض ان انا اعمله؟ اول حاجه لازم يكون عندي شغف، زي ما قلت لحضرتك، شغفي تجاه الحاجه اللي بحبها هابدع فيها. اكيد مفيش حد بيحب حاجه الا لما بيوصل لمرحله ابداع في الحاجه دي. طب معلش، ما ينفعش مثلا حد يبقى شايف مشروع ناجح او هو محتاج لمزيد من الاشخاص يقوموا بيه فهو يقلدوه ويحاكيه؟ يعني انا لقيت حد عامل تجربه معينه وناجحه، هل ينفع يبقى رائد اعمال لما يقلد نفس التجربه؟ لا ليه بقى؟ لان هو دلوقتي هو ممكن يجود عليها، يضيف لها، هيضيف لها. لو هو عملها زي ما هي مش هيحقق الربح اللي هو متوقعه، ومش هيعمل بصمه. اهم حاجه في رائد الاعمال ان هو يعمل بصمه ويعمل استمراريه، يكون عنده استمراريه للحاجه دي. عشان اكون رائد اعمال لازم اكون افهم في الميديا كويس، لازم افهم في التسويق الالكتروني دلوقتي مهم جدا. الماركتينج ازاي؟ لازم اعرف هسوق منتجي ازاي. في حاجات ممكن اسوقها عن طريق الفيسبوك، في حاجات ممكن اسوقها عن طريق حاجات تانية خالص، المنصات الالكترونيه، الكلام دوت. يبقى انا لازم ادرس السوق بتاعي، ادرس الجمهور المستهدف من الحاجه دي ايه هو جمهوري هنا. لازم اعرف طبيعه الجمهور، هل الحاجه دي هتناسبه ولا مش هتناسبه. طيب. يبقى انا عندي يكون رؤيه ثاقبه لحاجه زي كده. ده بتيجي عن طريق ايه؟ الخبره، الدراسه، الدورات، ورش العمل. انا بسال في دي. طب ما انا ساعات الواحد بيبقى لوحده مش قادر يتخذ القرار،
نور، اي حد عايز يقوم بمشروع من مشاريع ريادة الاعمال يتوجه لمين؟ مين الجهات اللي ممكن تساعده؟ ايه الخطوات اللي يعملها لو هو لسه بيبدأ تمام. في حاجة جديدة؟ لو هو بيبدأ بحاجة جديدة، أول حاجة يشوف هو ميوله رايحة لفين. الميول دي يثقل نفسه فيها علميا وعمليا. أدخل جوه الموضوع، أدخل ورش عمل في الموضوع دوت. لو أنا مثلا عايزة أعمل شنط، هنتكلم حاجات البسيطة مثلا للسيدات. أنا بحب أعمل الشنط أو بحب إن أنا أقتني الشنط وعاوزة أبدأ أتعلم. طب أنا أروح فين الورش دي؟ عندي مراكز الشباب، عندنا الفتاوى، أندية الفتاوى المرأة، في حاجات أندية الفتاوى المرأة أتعلم من خلالها حرفة مهنية للمرأة. لما أنا هتعلم الحاجة دي أنا أحاول بقى أحط بصمتي أنا فيها. بصمتي أضيف. على فكرة في تجربة ناجحة جدا جدا، يمكن اسمها البنتين. يمكن هم برضو فكرة الشنط دي هم أخدوا الفكرة وبدأوا يعملوا الشنط دي يضيفوا لها اللي هي الرسومات الفرعونية. طب معلش أنا أقف هنا بقى، يعني هو الكل ممكن يشتغل في الشنط، هنا بقى هنختلف. بالظبط، هنا التميز. الاختين دول عملوا ايه؟ عملوا منتج جديد، بدأوا يحطوا الحضارة الفرعونية بلمساتهم الفنية اللي مميزة جدا. هي ميزتهم من الالوان، من تصميم، من الديزاين بتاع الشنطة، شكل الشنطة الخارجي. بالظبط، تميزوا لدرجة ان عارضات الازياء العالميين شفنا معاهم الشنط دي. حضرتك متخيلة يعني هم ما وصلوش لداخل مصر، دول دخلوا وصلوا للعالمية. اذا انا لما بأبدع في الحاجة اللي بحبها بوصل للي انا عاوزاه. طب وده ايه الصعوبات اللي ممكن تواجه اي حد عايز ينجح في مجال ريادة الاعمال؟ هو فعلا بصي حضرتك، هو اهم حاجة في رائد الاعمال اول حاجة يكون عنده صبر. الصبر ده صعوبة كبيرة جدا، ان انا اكون صبور على الحاجة، ان انا اخد منها ريت اللي هو العائد المادي. لازم اكون صبور، لازم يكون عندي روح المغامرة والمخاطرة. ما اقلقش من اول تجربة، لا انا هعيد نفسي تاني، هعيد تشكيلي تاني. ما نجحش معايا الموضوع ده انا ممكن اعمله بشكل افضل. طبعا المنافسين في السوق كتير، عشان كده انا بقول المنافسه مطلوبه. المنافسه، ولكن لازم انا اخترع حاجه ما حدش عملها قبل كده، عشان ما يبقاش عندي منافسه قويه وفي نفس الوقت انا اشتغل على نفسي واقدم حاجه مميزه اللي هي تعتبر ترند ليا انا بس. تمام، دي حاجه مهمه جدا. لازم يكون عندي برضو ان انا ازاي اشوف الطبقه المستهدفه من الجمهور، انا هقدم له خدمه ايه الخدمه اللي هتنفع المنطقه دي. على فكره انا ممكن في مصر اعمل حاجه ما تنفعش في اي دوله تانية. ممكن اعمل حاجه هنا هو تنفع في حاجه تانية بره. فانا يعني لو انا بقى عندي رؤيه اعمل حاجه اسوقها هنا في مصر واسوقها خارجيا واكبر شركتي. عايزه اقول لك ان جيل الشباب ده محظوظ جدا. ليه محظوظ؟ يمكن احنا بنقول ده العصر الذهبي فعلا لمجال رياده الاعمال. وهقول لك ده ليه. ما كلمينا الدوله بتعمل ايه بالنسبه لرواد الاعمال؟ يمكن فعلا احنا معنيين جدا بتوفير بيئه صالحه لرياده الاعمال حاليا. واللي بياكد كلامي ده ان عايزه اقول لك ان مصر صنفت ضمن افضل البيئات للشركات الناشئه. وده اتحطت مصر رقم 67 عالميا في كانجح بيئه ناشئه للشركات الناشئه، والمركز الثالث على مستوى الشرق الاوسط في انها قدرت توفر بيئه ومناخ مناسب لرواد الاعمال. وخليني اقول لك يمكن كمان عندنا 38 حاضنه اعمال حاليا و13 مسرعه اعمال. ايه هي حاضنه الاعمال؟ حاضنه الاعمال وايه هي مسرعه الاعمال؟ طيب خلينا نقول ان يمكن احنا شفنا الفتره الاخيره سياده رئيس مجلس الوزراء اتكلم عن حاضنات الاعمال. وهو معني بالملف ده تحديدا، لان فعلا زي ما قلنا ان التنميه المستدامه مش هتتم الا من خلال فتح قنوات جديده ورياده الاعمال. ان انا ابدا افتح رئه جديده، رئه جديده تطلعني للعالم الاخر، ويبقى في تنافسيه في الاقتصاد هيقوم على رياده الاعمال. الفتره الجايه رياده الاعمال هي اللي هتبقى العمود الاساسي والعمود الفقري للاقتصاد. وانت بتتكلمي على الجزئيه دي، احنا محتاجين بس اننا نتقن عملنا. مش بتكلم على رائد الاعمال، بتكلم لما بيستعين بعامل او باي حد. احنا محتاجين ان احنا واحنا بنصنع الانسان نؤكد على قيمه اتقان العمل، واني املك ادواتي الخاصه بالعمل، لان هي ده اللي بينجح او لا قدر الله يفشل اي مشروع سواء كبير او صغير. فعلا حضرتك جيتي في جزئيه مهمه جدا. اتقان العمل ده طبعا اتقان العمل عباده، محتاجين احنا نحاسب عليه، يعني يبقى شيء احنا بنحاسب عليه. طبعا اكيد ان انا لما هتقن عملي طبعا هوصل بيه لمنتجي افضل نتيجه هخدم بيها مجتمعي اكيد.
خلينا نقول حاضنات الاعمال. يمكن مجلس الوزراء عمل وحده دائمه لرياده الاعمال. الوحده دي بتقدم لي ايه؟ بتقدم لي خدمات ان انا بحتضن الافكار الشبابيه او افكار رواد الاعمال، بحتضنها وبشوف الفكره دي هل قابله للتنفيذ ولا لا. طب زي ما حضرتك قلتي، هو الشاب مش عارف هل الفكره دي هتنفع تتنفذ. انا ببقى في الاول انا مش عارف هعمل ايه، فانا الفكره موجوده. طيب انا بقى عندي، تعالى بقى هنا، هي في جهه واحده تابعه لمجلس الوزراء، وحده متكامله، هحتضن الشاب ده او الرائد الاعمال ده، هشوف فكرته. هو بيقدم من خلال المنصه الالكترونيه في داتا، هيدخل على الموقع الالكتروني بتاع وحده الاعمال، تمام، بيدخل يسجل ويسجل فكرته. لو تمت قبول فكرته بيقعدوا معاه فعلا، بيقعد معاه مجموعه من الاستشاريين في مجال رياده الاعمال، بيعرفوه هو هيمشي خطواته ازاي. طبعا ده ما كانش موجود قبل كده. اذا الرقمنه كانت حاجه مهمه جدا. طب في بدائل لو مشروعه مش ناجح او الفكره بتاعته مش مجديه، ممكن يدوا افكار تانية؟ طبعا بيطعموه بقى بافكار، بيدوا له ورش على فكره كمان. ده في من خلال الوحدات دي ورش تدريبيه بيعلموه المهارات اللي هي يقدر يكتسبها بحيث ينجح فكرته دي. في احسن من كده؟ لا انا عايزه هو اخر سؤال، المفروض الوقت انتهى، بس دلوقتي انا موجوده عايزه اعمل اقوم بحاجه خاصه بيا. طيب اي حد، اي شاب بيسمعنا ايا كان عمره بقى، ست شاب، يعمل ايه؟ مش عارف يبدا ازاي. وانا عايزه اقول حاجه، يعني لازم يبقى عندي روح تفاؤليه. اول حاجه اكون متفائل، تفائلوا بالخير تجدوه. لا اروح لمين؟ انا بتكلم الاول يبقى انا عندي ايه؟ الدافع. انا بتكلم على الدافع. اول حاجه يبقى عندي الدافع، ابدا اشتغل على نفسي. تاني حاجه ان انا ادخل زي ما قلت لحضرتك، بدخل انا عندي الفكره موجوده، بدخل على وحده رياده الاعمال من خلال السوشيال ميديا، تمام. هبدا اعرض فكرتي. هو بيبدا يسجل بياناته، سنه، تخصصه، الكلام ده كله، بيسجل فكرته، بيدوا له داتا كامله ان هو ازاي يسجل فكرته. لما بيسجل الفكره هيتواصلوا معاه، لما هيتواصلوا معاه هتحصل بقى ايه؟ زي مقابلات، هيبداوا بقى يتكلموا معاه، هيبداوا كمان على فكره بيقدموا كمان دعم مادي. حضرتك متخيله؟ يعني دعم مادي بيحصل تقريبا 60,000 جنيه، بياخدوا على 3 مراحل. بيدوا له كمان دورات تدريبيه لو تم قبول فكرته، 4 دورات تدريبيه على مدار عام كامل بيحتضنوه. اظن سنه كافيه ان انا احتضنك، ان انا اعرفك ازاي تنفذ مشروعك. ده شيء رائع طبعا. ما كانش ده بشاره منك النهارده طبعا. لانه جميل ان احنا نقول ان الخير قادم ان شاء الله. أكيد. شكرا لضيفتنا دكتوره نجوان حسني، مدير المركز الاعلامي لمنطقه الاسكندريه للرياضه للجميع. سعيده جدا بلقائي بحضرتك، شرفتينا ونورتينا. والله انا الاسعد جدا بحضرتك وبالساده المشاهدين. شكرا لحضرتك يا فندم. نلتقي بعد الفاصل.